هنبدأ مع بعض. أول حاجة المقاسات. أول حاجة أنا بعمل بلوفر لمقاس لارج وإكس لارج. تمام. لو لارج هيبقى أوفر سايز، وطبعا انتوا ممكن تغيروا المقاس زي ما انتوا عايزين. طيب هنشتغل ازاي؟ أول حاجة محتاجين نعرف شوية مقاسات. المقاسات دي هنجيبها منين؟ شوفوا بقى، هناخدها من بلوفر قديم هنقيسها على نفس الشخص اللي احنا هنعمله البلوفر، او هنستخدم مقاسات الستاندرد زي ما انتوا عايزين. اول حاجة المقاس اللي احنا عايزينه، اول حاجة حردة الابط. حردة الابط معايا هتبقى 24 سنتي. طول البلوفر لحد حردة الباط، يعني من تحت، يعني نقول مثلا البلوفر كده، الطول من اول تحت، من اول هنا لحد تحت الباط، ده اول طول احنا عايزينه. تمام. الطول من تحت لحد الباط هيكون معايا 50 سنتي. تمام. طول البلوفر كامل هو عبارة عن طول حردة الباط زائد طول بلوفر لحد حردة الباط، يعني مجموعة دي زائد دي يديني طول البلوفر كامل. طول البلوفر كامل معايا هيبقى ايه؟ 74 سنتي. تمام. ايه تاني؟ العرض او عرض الستر. تمام. عرض الستر هيكون 55 سنتي، لان في عرض تاني هناخده اللي هو عرض الكتف. عرض الكتف ده فين؟ اللي هو الجزء ده من اول هنا لحد هنا، العرض ده عرض الصدر وده عرض الكتف. تمام. عرض الكتف معايا هيكون 45 سنتي. تمام. ايه تاني محتاجينه؟ دوران المعصم. ده 25 سنتي. بس دي المقاسات الاساسيه اللي انا عايزاها. طيب انا هستخدم ابره ايه وخيط ايه؟ انا هستخدم خيط إليزا كلاسيك، او اي خيط ينفع استخدمه. ابره رقم 3. انا هستخدم ابره دائريه رقم 3. لو عايزين تشتغلوا معايا بنفس المقاسات استخدموا اي خيط يكون مكتوب على الورقه بتاعته ان احنا ينفع نستخدم معاه ابره رقم 3. تمام كده. تمام. طيب انا عملت العينه بتاعتي. طيب دلوقتي انا البلوفر اللي انا هشتغل فيه كله ضفاير. عندي فيه 3 انواع من الضفاير. كده صح. عندي فيه ضفيره اماميه، وعندي فيه ضفيره مركبه، وعندي فيه ضفيره خلية او غرزه خلية النحل. عندي فيه 3 انواع الضفاير. ما ينفعش اعمل عينه عاديه واخد عليها المقاسات، هتطلع المقاسات غلط، لان الشغل بالضفاير بيخلي الشغل كاشش او ماسك في نفسه. فعملت ايه؟ انا عملت العينه دي، عملت فيها واحده من كل نوع ضفيره. بصوا كده. وعملت لها ايه؟ عملت لها بلوكينج. ازاي عملت لها بلوكينج؟ جبت العينه دي وغسلتها كويس جدا تحت الميه بشويه صابون او كونديشنر او اي حاجه. اغسلوها بس بشويه اي نوع صابون، او اي نوع صابون غسيل انتوا بتستخدموه، واعصروها كويس بالضغط كده. وبعدين حطيتها على مكان مستوي. انا حطيت على مخده وحطيت لها دبابيس من الاجناب، وخليتها مستويه مفروده خالص كده، وحطيت لها دبابيس وسبتها لحد ما نشفت تماما. بقت كده معايا بالشكل ده، مفروده، مش مزجزجه ولا اي حاجه. وخدت من عليها المقاسات. طيب المقاسات اللي انا خدتها من عليها دي هي المقاسات اللي انا هشتغل عليها، لاني هشتغل الضفاير دي وش وظهر البلوفر. مش هشتغلها ناحيه واحده، هشتغلها في الوش وفي الظهر. طيب انا لما خدت العينه بتاعتي دي ادتني المقاسات دي. ادتني العرض 11 سنتي في 31 غرزه. تمام. طبعا دي عينه عشوائيه عشان ايه؟ فيها ضفاير مختلفه، يعني مش متاخده مظبوط قوي يعني. فالعرض 11 سنتي لقيت فيه 31 غرزة، يعني العرض ده قسته ده 11 سنتي فيه 31 غرزة عدتهم. الطول او الارتفاع 5 سنتي في كام؟ في 13 سطر.
ده كده معايا ايه، ده كده معايا الطول والعرض. معايا هنا عرض الستر تمام 55 سنتي. 55 سنتي ده عرض الصدر، الحتة دي بس من قدام بس، مش المحيط بتاع الصدر. المحيط بتاع الصدر عشان اطلعه هنجيب العرض في 2، 55 في 2 يعني 110 سنتي. ده محيط الصدر، ال110 سنتي دول محيط الصدر. طيب انا عايزة اعرف انا هشتغل كام غرزة عشان خاطر اطلع محيط الصدر. هقول هنا 110، احطها هنا كده عند العينة، 110 تحت السنتي وقدامه عدد الغرز، وهضرب 110 في 31 على 11. 110 في 31 على 11 محيط الصدر في عدد الغرز على عدد الغرز بتاعة العينة. طيب عملنا كده ازاي؟ ارجعوا الفيديو تاني بتاع العينة هتلاقوه موجود عندكم في صندوق الوصف، هتلاقوني شارحة فيه الجزء ده بالتفصيل. هنقول هنا 110 في 31 على 11، 110 في 31 على 11 هيبقى معايا 310 غرزة. تمام، 310 غرزة. الرقم اللي يطلع ده هيتقسم على 2، ف 310 ده ما ينفعش، لا اما هخليه 308 لا اما هخليه 312 عشان الرقم التاني يبقى الاسم على 2 اللي هو صدر وظهر، ما يبقاش معايا فيه مشكلة في الغرز. فهنقول انا هخليه 308 العدد بتاعي، يعني العدد الكلي للغرز اللي انا هبتدي بيها البلوفر يكون 308 غرزة، هيتقسموا صدر وظهر، يعني 308 على الاتنين، واحد صدر وواحد ظهر، يعني كام؟ 154 غرزة صدر و154 غرزة ظهر. تمام كده، تمام. انا عملت ايه هنا تاني؟ قربت لأقرب عدد زوجي. 310 مينفعش، هيبقى العدد هنا 5 فده عدد فردي، انا مش عايزة عدد فردية لاني هقسم على الاتنين صدر وظهر، فهخليه يا اما 308 يبقى 4 و4، يا اما 312 6 و6. فانا قلت 304 وقسمت على الاتنين هيبقى 154 صدر و154 ظهر. كده خلصنا اول جزء. نيجي للجزء اللي بعده. البلوفر فيه ضفاير كتير جدا، هنشتغلهم ازاي وهنقسم الضفاير ازاي؟ بصوا بقى، احنا معنا ايه؟ خليتي كده، ده نقول ده الصدر او الظهر، الاتنين زي بعض. ده كده جزء، هنقسم هنا كده 4، 1 2 4، معانا هنا 1 2 3 4. تمام، ومعانا هنا كمان هنقسم 1 2 3 4. بصوا كده، كده باينه كلها. معانا هنا البلوفر متقسم كام جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، متقسم 9 اجزاء. طيب هنقسمهم ازاي؟ الجزء الاكبر اللي في النص تمام هيبقى غرزة خلية نحل. كام غرزة؟ 40 غرزة. تمام تمام. عندي على الاطراف عندي هنا ايه؟ غرز عدلة. عندي هنا كام غرزة عدلة هنا وكام غرزة عدلة هنا؟ عندي 16 غرزة عدلة هنا، وعندي هنا كمان 16 غرزة عدلة. التقسيمة دي جت منين؟ التقسيمة دي بتاعتي انا اللي مألفاها. تمام، بعد كذا تجربة طبعا، انا جربت كتير واشتغلت كتير وفكيت كتير ووصلت ان التقسيمة دي افضل تقسيمة. طبعا انتوا لو غيرتوا المقاس هيبقى اللعب فين؟ في الغرز العدلة اللي على الجناب. يعني لو المقاس بتاعكم اصغر شوية وعدد الغرز اصغر شوية، مع مراعاة حجم الابرة لانها بتفرق طبعا في عدد الغرز دي. يعني لو استخدمتوا ابرة كبيرة وخيط تخين مش هيطلع معاكم طبعا عدد الغرز دي كلها، فهيبقى الشكل ده مختلف معاكم تماما. فمع مراعاة عدد الغرز لو انتوا عملتوا المقاس اصغر شوية يبقى هيبقى الى مثلا 10 غرز، من 10 ل20 غرزة، فهنقللهم من دي ودي. تمام كده، يعني لو حبيتوا تقللوا المقاس او طلع اصغر شوية هنقلل من الاتنين دول بس، هنقلل من العدد ده والعدد ده من الغرز العدلة. طيب عندي هنا ايه؟ ضفيرة امامي رباعية، يعني مكونة من 8 غرز.
تمام. وهنا ضفيرة امامي 8 غرز، وهنا في ضفيرة امامي 8 غرز، وهنا في ضفيرة امامي 8 غرز. هنا مركبة، ضفيرة مركبة مكونة عندي من كام غرزة؟ من 17 غرزة. هتلاقوا فيديو الضفيرة المركبة موجود في صندوق الوصف، وهتلاقوا فيديو ضفيرة خلية النحل موجودة في صندوق الوصف. وعندي هنا كمان ضفيرة مركبة 17 غرزة. طيب الخطوط دي اللي انا عاملاها معناها ايه؟ عند كل خط فيهم هشتغل 2 مقلوب، عند كل خط 2 مقلوب. اتنين مقلوب، 2 مقلوب. بصوا كده، ده الشكل، ده الدياجرام بتاعي او الشكل اللي انا هشتغل عليه. هبتدي السطر بتاعي هشتغل 16 غرزة عدلة، وبعدهم 2 مقلوب، بعد كده ضفيرة امامي من 4 غرز، 2 مقلوب، ضفيرة مركبة 17 غرزة، 2 مقلوب، ضفيرة امامي 8 غرز، 2 مقلوب، 40 غرزة خلية نحل، 2 مقلوب، ضفيرة امامي 8 غرز، 2 مقلوب، ضفيرة مركبة 17 غرزة، 2 مقلوب، ضفيرة امامي 8 غرز، 2 مقلوب، والاخر 16 عدل. والظهر هنعيد تاني من الاول، يعني نفس اللي هنعمله في الصدر هنعيد تاني من الاول في الظهر. تمام كده؟ تمام. طيب تاني مشكلة هنواجهها، كل غرزة من الغرز اللي احنا بنشتغلها دي ليها تتابع مختلف في الشغل. يعني مثلا الغرزة العدلة بشتغلها عادي عدلة، والمقلوبة هشتغلها على طول مقلوب. الضفيرة الأمامي ماشي هشتغلها كل كام سطر؟ هشتغلها كل 10 سطور، يعني هشتغل 9 سطور والعاشر هشتغله ايه؟ ضفيرة. 9 سطور والعاشر ضفيرة، 9 سطور والعاشر ضفيرة. الضفيرة المركبة هشتغلها كل 5 سطور. الضفيرة الأمامي دي هشتغلها كمان كل 9 سطور. خلية النحل هشتغلها كل 3 سطور. تمام. فالمشكلة فين؟ في التتابع بتاع الغرز، كل غرزة ليها تتابع مختلف. طيب المشكلة دي حلها ايه؟ انا هقول لكم الحل ايه. على فكرة اختلاف تتابع الغرز دي مشكلة كبيرة، ممكن تلخبط الدنيا خالص. بصوا بقى، انا هقول لكم الحل بتاع المشكلة دي ايه. بصوا كده، حل المشكلة في الجدول اللطيف اللي انا عاملاه ده. شايفين الجدول ده؟ هتلاقوني كاتبة بصوا السطر مثلا رقم 1، سطر 2، سطر 3، سطر 4، سطر 5 هشتغل فيه خلية نحل، سطر 6 هشتغل فيه سطر عادي، سطر 7 سطر عادي، سطر 8 هشتغل فيه المركبة، سطر 9 هشتغل فيه خلية نحل، سطر 10 مش هشتغل، سطر 11 هشتغل فيه الضفيرة الثلاثية، سطر 12 مش هشتغل، سطر 13 خلية نحل. السطر اللي قدامه فاضي مش مكتوب حاجة، انا هشتغله سطر عادي جدا عدل، هشتغل العدل عدل والمقلوب مقلوب. السطر المكتوب فيه قدامه حاجة دي الضفيرة اللي هشتغلها في السطر ده. سهلة كده؟ سهلة. طيب هتلاقوني حاطه لكم توزيعة الغرز كلها. تمام. الصورة دي بس هصوركم طبعا بطريقة اوضح من كده. هتلاقوها كلها موجودة في 3 اماكن. هتلاقوها موجودة فين؟ هتلاقوها موجودة اول حاجة هتلاقوا في اللينك تحت في صندوق الوصف، في البوست اللي نازل فيه الصور باذن الله هنزلها على الجروب، وهتلاقوها موجودة في المنتدى. تمام. وهتلاقوها موجودة متصورة في نهاية الفيديو. تمام كده. هتلاقوني كاتبه عدد الاسطر اللي احنا هنشتغلها بالظبط، وكل سطر هنشتغل فيه قد ايه. تمام. تمام. بسيطه وسهله وبسيطه وسهله. طبعا اي مشكله او اي سؤال انا معاكم. طيب انا هشتغل معاكم دلوقتي اول سطر بالترتيبه دي او بالدياجرام ده. تمام. وهنبدا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طيب السطر الصعب قوي ده هنشتغله كم مره؟ مره واحده. يعني انا هبتدي معاكم بس مره واحده السطر ده، وبعد كده ترتيبه الضفاير هتختلف، فعمركم هتشتغلوا السطر ده كامل بنفس الترتيب مره تانية. ممكن تشتغلوه مره واحده في نهايه البلوفر، هيجي مره واحده بس تقريبا. يجي ال3 ضفاير تشتغلوهم مع بعض، انما غالبا هتشتغلوا مره واحده بس الايه السطر ده. بعد كده هيبقى باختلاف في الترتيب، في سطر هنشتغل فيه ضفيرتين، سطر هنشتغل فيه ضفيره امامي مع المركبه، وسطر هنشتغل فيه الامامي مع خلية النحل، وسطر هنشتغل فيه مركبة مع خلية نحل، سطر هنشتغل فيه كل حاجة لوحدها على حسب. وانا هصور لكم الترتيب باذن الله، امشوا وراه بس سطر سطر
صوروه او احفظوا الصورة عندكم وعلموا عليها وامشوا ورا سطر سطر، وباذن الله هتطلع النتيجة مظبوطة جدا. طيب يلا نبدأ مع بعض اول سطر ونشوف هنعمل ايه. هنبدأ مع بعض. انا عملت ايه؟ انا اشتغلت 15 سطر ريب، 2 عدل و2 مقلوب، يعني اشتغلت 308 غرزة. تمام. انا بشتغل دائري زي ما انتم شايفين على ابرة رقم 3. اشتغلت 308 غرزة دائري، 2 عدل و2 مقلوب. تمام. وابتديت هنا، دي بداية السطر بتاعي، وهبتدي اشتغل معاكم بداية السطر. طيب هنبتدي ازاي؟ هنبتدي زي ما احنا كاتبين هنا. اول حاجة هشتغل 16 غرزة عدلة عادية جدا. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اشتغلت 16 غرزة عدلة، وبعدها اشتغل 2 مقلوب. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل ضفيرة امامي مكونة من 4 غرز. ازاي؟ هجيب كده معايا حلين. اول حاجة ان انا اجيب ابرة، دي اسمها ابرة الضفيرة. تمام. او اي ابرة عادية، ابرة تنظيف او اي حاجة معايا، ابرة رفيعة انقل بيها الغرز وارجعها تاني. فهشتغل بابرة التنظيف. هنقل 4 غرز على الابرة قدام الشغل. الضفيرة بتاعتي امامية، هشتغلها دايما امامي، واشتغل من ورا 2 3 4. ضفيرة مجملها 8 غرز. بنقل 4 قدام، وبعد كده اشتغل ال4 لورا، وارجع ال4 اللي نقلتهم مرة تانية على ابرة الشغل بالشكل ده، واشتغلهم برضو عدل. خلصت الضفيرة الامامي. عندي بعد كده 2 مقلوب. واحدة مقلوب، ودي التانية. تمام. بعد كده عندي ايه؟ عندي ضفيرة مركبة من 17 غرزة. هشتغلها ازاي الضفيرة المركبة؟ الضفيرة المركبة بتاعتي مكونة من ضفيرتين، مكونة من 8 غرز وغرزة في النص. هتلاقوا الشرح بالتفصيل موجود في فيديو الضفيرة المركبة، موجود تحت في صندوق الوصف. انا هشتغلها معاكم مرة كتكرار. هنقل 4 غرز على ابرة واخليهم خلف الشغل، واشتغل من قدام 4 غرز عدل. 3 4. هرجع الغرز اللي اشتغلتها مرة تانية على ابرة الشغل. تمام. وهشتغلهم برضو عدل. دي 1 2 3 4. هشتغل غرزة واحدة عدلة، وهنقل 4 غرز على إبرة قدام الشغل، واشتغلهم اللي ورا ال4 عدل، 4 عدل، وارجع الغرز اللي نقلتها مرة تانية واشتغلهم برضو غرزة عدل. كده انا عملت ضفيرة مركبة. ضفيرة مركبة مكونة من ضفيرة خلفية رباعية وضفيرة امامية رباعية وغرزة عدلة في النص. تمام كده؟ تمام كده انا اشتغلت دي الضفيرة المركبة. بعد كده الباترون بتاعي فيه ايه؟ 2 مقلوب، وبعد كده هشتغل ضفيرة
امامي مرة تانية، هنقل 4 قدام الشغل، وهشتغل اللي وراهم عدل، 2 3 4، وارجع اللي نقلتهم مرة تانية، واشتغلهم غرزة عدل، 3 4. تمام. بعد كده عندي ايه؟ عندي 2 مقلوب، تمام. وبكده نكون وصلنا لغرزة خلية النحل اللي هي مكونة من 40 غرزة. طبعا احنا عارفين ان غرزة خلية النحل مكونة اساسا من 8 غرز. ازاي مكونة من 8 غرز؟ مجموعة خلية النحل زي ما شوفنا في الفيديو بتاع غرزة خلية النحل، ان مجموعة خلية النحل مكونة من 8 غرز. فانا هشتغل 40 غرزة، يعني هشتغل 5 مجموعات خلية نحل. طيب المجموعة الواحدة في خلية النحل بشتغلها ازاي؟ بشتغلها بالشكل ده، وطبعا كل 3 سطور ببدل، بشتغل الغرزة اليمين بقلبها شمال، والغرزة الشمال بقلبها يمين، وهتلاقوا الشرح بالتفصيل موجود في الفيديو بتاع خلية النحل. تمام. طيب انا هبتدي كده، هنقل غرزتين على الابرة خلف الشغل، واشتغل الاتنين اللي بعدهم عدل، وارجع اللي نقلتهم على ابرة الشغل واشتغلهم عدل. بعد كده هنقل الاتنين اللي بعدهم على ابرة قدام الشغل، واشتغل الغرزتين اللي بعدهم. بعد كده ارجع الغرزتين على ابرة الشغل مرة تانية، واشتغلهم برضو عدل. كده انا اشتغلت 8 غرز، مجموعة واحدة خلية النحل. اشتغلت ضفيرة من غرزتين يمين، وضفيرة من غرزتين شمال. هكرر مرة تانية لمدة 5 مرات. انا اشتغلت دلوقتي تكرار واحد، هكرر 4 تكرارات كمان. غرزتين هنقلهم على ابرة خارجية، واشتغل الغرزتين اللي بعدهم عدلة. هرجع المنقولين واشتغلهم غرزة عدلة، وبعدهم غرزتين هنقلهم على ابرة قدام الشغل، واشتغل اللي بعدهم عدلة، وارجع اللي اتنقلوا واشتغلهم مرة تانية عدلة. وبكده انا ابقى خلصت المجموعة التانية في غرزة خلية النحل. كده فاضلي 3 مجموعات عشان خاطر اخلص ال40 غرزة. انا خلصت ال5 مجموعات بتوع غرزة خلية النحل، خلصت كده 40 غرزة. وهنبتدي نكمل باقي الباترون. بعد خلية النحل هشتغل 2 مقلوب، وبعدها هشتغل ضفيرة امامي 8 غرز، يعني هكرر اللي عملته الناحية التانية، 4 غرز قدام الشغل، واشتغل اللي بعدهم عدل. السطر ده بس هتحسوه سطر صعب، بعد كده مش كل الضفاير هتتكرر في كل السطور زي ما قلنا، فهتبقى الدنيا اسهل بكتير. وانتوا ممكن تكونوا شفتوا النتيجة قبل ما انا انزل الفيديو ده اصلا، فبجد النتيجة تستاهل. هو متعب شوية بس نتيجته تستاهل. واول كام سطر بس هتحسوهم صعبين، وبعد كده الدنيا هتمشي وتبقوا حافظين الاماكن وعارفين هتعملوا ايه بالظبط. طيب بعد كده هشتغل 2 مقلوب، بعد كده ضفيرة مركبة، هنقل 4 غرز خلف الشغل، والاربعة اللي بعدهم عدل، وهرجع اللي نقلتهم مرة تانية،
هشتغلهم عدلة. وما تنسوش في هنا غرزة عدلة في النص الاول، وبعد كده هشتغل الضفيرة اللي هي الشمال والضفيرة الامامية اللي هي النص التاني من الضفيرة المركبة، 4 غرز قدام الشغل، 3 4 خلفي، وارجع ال4 غرز تاني على ابرة الشغل واشتغلهم عدل. بصوا هقول لكم نصيحه هنا على حاجه بتلخبطني قوي كمان، ممكن اللي بتلخبطوا دايما الضفيره اليمين خلفي والشمال امامي، اليمين خلفي والشمال امامي. الضفيره لما تيجي يمين كده، بصوا كده تبقى ماشيه يمين بالشكل ده، تبقى الضفيره دي خلفي. تبقى ماشيه شمال بالشكل ده كده، تبقى الضفيره دي اماميه. تمام كده؟ تمام. طيب خلصنا الضفيره المركبه. عندي بعد كده 2 مقلوب، بعد كده عندي ضفيرة أمامية اللي هي تبقى اتجاهها ماشية شمال، 3 4 ضفيرة أمامية يعني بنخليها قدام الشغل، واشتغل بعضهم ال4 عدل. تمام. وبعد كده عندي ايه تاني؟ عندي 2 مقلوب، وبعد كده ايه 16 غرزة عدلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كده انا اشتغلت 16 غرزة عدلة، وهحط ماركر بتاعي عشان خاطر افصل الصدر عن الظهر. كده انا اشتغلت معاكم غرز جزء واحد بس، غرز الصدر، وهكرر مرة تانية في الظهر. طيب لو حابين تعملوا الظهر سادة، يعني ما يكونش فيه الضفاير اللي انا اشتغلتها دي كلها، هنعمل ايه؟ هنعمل عينة تانية للظهر بس تكون سادة. يعني العينة اللي انا عملتها، العينة دي اللي انا عملتها للصدر كان فيها ضفاير. ضفاير ايه؟ ضفاير. هنكرر ونعمل عينة تانية للظهر بس من غير ضفاير، وناخد عليها المقاسات. يعني هيبقى ال55 غرزة، 55 سنتي اللي انا محتاجاهم للظهر زي ال55 سنتي اللي انا محتاجاهم للصدر. هيبقى عدد غرزهم مختلف عن العدد الغرز ده، هيبقى العدد اقل بكتير. يعني تقريبا انا دلوقتي شغالة غرز الصدر 154 غرزة، لو انا هشتغلهم للظهر بس من غير ضفاير، يبقى الظهر غرز جيرسي بس او غرز عدلة بس، هيبقوا تقريبا 125 غرزة او 122 غرزة. فاهميني؟ فاهمين الفرق في العدد ده من 122 ل 145 بسبب وجود الضفاير اللي بتخلي الشغل مكشكش وماسك. فاهميني؟ فعشان خاطر الشغل يبقى مظبوط، عدد الغرز في الظهر عن الصدر هيختلف. انا بالنسبه لي هشتغل الظهر ضفاير زي الصدر، فهكرر اللي انا اشتغلته معاكم ده كله عشان اكمل السطر. هكرر ال 154 غرزه دول كمان مره في الظهر، وهشتغل الصدر والظهر زي بعض بالظبط ضفاير. لا يفرق عندي الصدر من الظهر، هي ايه الحردة بتاعت الرقبه والزراير اللي هعملها ايه في عند مكان الصدر والايه ومكان العروه وكده، بس ده اللي هيفرق عندي الصدر والظهر. انما الشكل الشغل بالنسبه لي هيبقى واحد، الصدر زي الظهر. ده حاجه. تمام. تاني حاجه زي ما قلت لكم، هتلاقوا طريقه الشغل بالاسطر موجوده على الجروب، في اللينك موجوده على الجروب. تمام. وهتلاقوها موجوده في المنتدى باذن الله
هتمشوا بالتفصيل. انا اشتغلت معاكم سطر رقم 1، هتمشوا اللي هتشتغلوا لحد سطر رقم كام؟ هتشتغلوا لحد رقم سطر 115. طيب انا عملت العينه بتاعتي تمام زي ما قلت لكم، زي ما وريتكم هنا العينه بتاعتي تمام. الطول 5 سنتي 13 سطر. انا عشان خاطر اوصل من طول البلوفر لحد مكان حدة الباط 50 سنتي. ال50 سنتي دول لما عوضتهم في العينة اللي هي دي تمام، طلع المفروض ان اشتغل 130 سطر. ال50 وهنا 5 ب13، يبقى 50 في 13 على ال5، 50 سنتي اللي انا عايزاهم دول 50 هضربهم في 13 واقسمهم على 5 هيدوني ال130 سطر. طيب انا اشتغلت منهم كام سطر؟ اشتغلت منهم 15 الريب، يبقى انا هشتغل 115 سطر. ال115 سطر الاولانيين هتلاقوني حطاهم في صورة لوحدهم تمام، من 1 لحد 115، وهتلاقوني مفرقة في الالوان بين الغرزة المركبة والغرزة الثلاثية والغرزة خلية النحل، عشان خاطر نبقى ماشيين مع بعض بالترتيب كده وبالراحة واحدة واحدة. واي سؤال انا معاكم. انا هشتغل دلوقتي لحد حدة الباط وهرجع لكم مرة تانية ونشوف هنقسم الصدر ازاي عن الظهر، وهنشتغل حدات ازاي، وهنشتغل الاكتاف ازاي والاكمام. هخلص الجزء ده وارجع لكم مرة تانية. انا اشتغلت لحد ما وصلت للسطر رقم 115. حاجة مهمة لازم تعرفوها، سطر 115 بنشتغل جزء الصدر فقط، مش بشتغل جزء الظهر تمام. يعني هشتغل بس نص العدد الغرز، اشتغل جزء الصدر ونص جزء الظهر حطيته انا في خيط لوحده كده، وهشتغله مع جزء الظهر لما اجي اشتغله باذن الله. طيب احنا هنقف في الفيديو لحد هنا، وهنكمل باذن الله الفيديو الجاي، هنشتغل جزء الصدر والجزء الظهري مع بعض. اشوفكم باذن الله الفيديو الجاي. باي.